أهلاً بيكم. أحياناً نصيحة واحدة بسيطة ممكن تغير نظرتنا لسنين طويلة من التعب والمقارنات. النهاردة رح نحكي عن فكرة بسيطة لكن صدقوني قوية جداً، فكرة ممكن تعيد تشكيل فهمنا للتقدم والنجاح بالكامل. خلينا نبدأ فوراً بالمقولة دي لأنها هي أساس كل حاجة. تخيلوا لو كنا فهمنا الحقيقة دي من زمان، كنا وفرنا على نفسنا قد إيه شك وقلق ومقارنات. الفكرة مش في السرعة، الفكرة في الاتجاه الصح. يعني الوصول بسرعة لمكان غلط أسوأ بكتير من إننا نوصل ببطء للمكان الصح. طيب خلينا نحلل الفكرة دي أكتر. ليه النصيحة دي بالذات مؤثرة بالشكل ده؟ ببساطة لأنها بتضرب في صميم فكرة ربينا عليها كلنا من وإحنا صغيرين. الإحساس المزعج ده، الإحساس إن الوقت بيجري وإننا متأخرين عن كل الناس، يا ترى بيجي منين؟ في الجزء ده هنحاول نفهم أصل القلق ده اللي أصبح جزء من حياة ناس كتير. في المدرسة، في الإعلام، وحتى من الناس اللي حوالينا بيتقال لنا إنه في سن معين للتخرج وسن معين للزواج وسن معين لازم نوصل فيه للنجاح المهني. ده بيخلق جوانا ساعة وهمية، تك توك تك توك، بتخلينا حاسين إنه القطار حيفوتنا لو ما لحقناش نفسنا دلوقتي حالاً. وهنا بقى النقطة الجوهرية. طيب ماذا لو كان الجدول الزمني ده اللي بنقيس عليه حياتنا كله على بعضه غلط؟ ماذا لو المشكلة مش فينا إحنا، لكن في الساعة نفسها اللي بنبص عليها؟ الضغط ده مش بيجي من فراغ، هو بيتغذى مباشرة على مقارنة نفسنا بالآخرين. سواء بنقارن نفسنا بصديق يبدو إن كل حاجة في حياته ماشية تمام، أو لما بنشوف الصور والفيديوهات المثالية على السوشيال ميديا واللي بتحسسنا إننا الوحيدين في الدنيا اللي بنعاني. وده يمكن أكبر فخ بنقع فيه في عصرنا. إحنا بنجيب كواليس حياتنا بكل اللخبطة والشك والتعب اللي فيها، ونقارنها باللقطة الحلوة بالهايلايت اللي شخص تاني اختار إنه يوريها للعالم بعد ما عدلها وظبطها. دي مقارنة مش عادلة أصلاً، ومستحيل نكسب فيها. طيب كفاية تشخيص للمشكلة، خلينا ننتقل للحل. إزاي ممكن نعيد صياغة فهمنا لكلمة تأخير؟ التأخير مش دايماً حاجة وحشة، بالعكس ممكن يكون قوة إيجابية جداً لو بصينا له من الزاوية الصح. وهنا لازم نفرق كويس قوي، هل التأخير اللي بنمر بيه سببه كسل ومماطلة، ولا ده الوقت اللي محتاجينه عشان نتعلم مهارة جديدة أو نبني أساس قوي لمشروع؟ الأول ده مشكلة فعلا، لكن التاني ده استثمار ضروري للمستقبل. وبنفس المنطق بالظبط، مش كل سرعة معناها نجاح. في ناس بتجري بأقصى سرعة بس للأسف في الاتجاه الغلط تماماً، وفي ناس تانية ماشية ببطء خطوة ورا خطوة بس ماشية بثبات ناحية المكان اللي هي عايزة توصله. نسأل نفسنا بصراحة مين فيهم فعلاً بيتقدم؟ المجتمع بيحب قوي يحتفل بقصص النجاح السريع، قصص الشباب اللي عملوا إنجازات كبيرة بدري، لكن نادراً ما بنسمع عن قصص الناس اللي بدأوا متأخر وبنوا حاجات عظيمة ودايمة على أساس من الخبرة والنضج. القصة الكاملة دايماً بتكون أعمق وأعقد من كده بكتير. وده بيوصلنا للحل العملي. لو السرعة مش هي المقياس الحقيقي، يبقى إيه هو؟ الجواب موجود في قوة واحدة غالباً بننساها: قوة الاستمرارية. دي هي الخلاصة. لازم نغير تركيزنا بالكامل من سؤال أنا بدأت إمتى لسؤال هل أنا لسه مكمل. المشكلة الحقيقية عمرها ما كانت في توقيت البداية، المشكلة الحقيقية دايماً في قرار إننا نوقف محاولة. الاستمرارية مش مجرد صفة كويسة وخلاص، لا، دي استراتيجية فعالة وقوية جدا. مع الوقت الشخص المستمر بيتفوق على الموهوب اللي مش ملتزم، وعلى الذكي اللي بيستسلم مع أول مشكلة، وحتى على المحظوظ اللي مش بيعرف يثابر. الاستمرارية هي القوة الخارقة الحقيقية. ودلوقتي 3 حقائق سريعة ممكن تغير طريقة تفكيرنا فوراً. أولاً، فكرة إننا ننتظر لحد ما نحس إننا جاهزين 100% دي مجرد وهم. الإحساس المثالي ده عمره ما حيجي. البداية الحقيقية بتحصل بالرغم من الخوف وعدم اليقين. ثانياً، ناس كثير بتعتقد إنها محتاجة ثقة عشان تبدأ، بس المعادلة مقلوبة تماماً. الثقة هي نتيجة للفعل، مش شرط عشان نعمله. ابدأ دلوقتي والثقة هتكبر مع كل خطوة بتاخدها. وأخيراً، لازم نفتكر إن الإحساس بالضياع أو الشك ده جزء طبيعي من أي رحلة مهمة. مفيش شخص ناجح واحد ما مرش باللحظات دي. الفرق الجوهري مش إن الشك مش موجود، الفرق هو القدرة على الاستمرار والمواصلة بالرغم من وجوده. وفي الآخر كل الأفكار دي ممكن نلخصها في سؤال واحد بس، سؤال قوي
قادر إنه يغير تركيزنا بالكامل من القلق على اللي فات للعمل عشان اللي جاي. هل الإحباط اللي حاسين بيه سببه إننا متأخرين ولا سببه إننا واقفين مكاننا؟ ده هو السؤال المحوري، لأن مصدر الإحباط الحقيقي غالباً مش التأخير نفسه، لكن الإحساس بالجمود، إننا مش بنتقدم. لو بنتحرك حتى لو ببطء شديد جداً فإحنا بنتقدم. المشكلة الحقيقية هي التوقف التام. فخلينا دايما فاكرين الحقيقة البسيطة والعميقة دي. المهم مش إمتى الواحد بيبدأ، المهم إنه ما يوقفش أبداً. اتحركوا ولو خطوة صغيرة واحدة كل يوم، لأن الاستمرارية في النهاية هي مفتاح كل شيء.